تعالوا مع بعض نعمل كيكايه زي ما انتوا شايفينها كده بالكاكاو، جميله وشكلها تحفه زي ما انتوا شايفينها، ببواقي البسكوت بتاع العيد. زي ما انتوا شايفينها طالعه جميله كده. معانا طبعا الكريز بتاعنا والفستق زي ما انتوا شايفينه، بواقي طبعا من رمضان، ومعانا كمان كريم شانتيه للتزيين. طبعا هتشوفوا الفيديو بقى كده باذن الله لما نزينه في الاخر خالص. يلا تابعونا ونحضر المقادير باذن الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. جايه لكم بعد العيد بوصفه جميله جدا من بواقي البسكوت. يلا بينا نعمل كيك بالشوكولاته من البسكوت البواقي اللي عندنا بتاعه العيد. كمان انا عملت لكم قبل كده برضو بيها نوع تاني، هو بسكوت كده بيتحط فيه كوبايات، برضو هنزله لكم رابط على الصفحه لو حبيتوا تعملوا الكيك ماشي، حبيتوا تعملوا بسكوت كده بشكل جميل برضو لاولادكم ماشي، براحتكم خالص اللي يريحكم. تعالوا معانا نشوف المقادير. هنعوز ايه؟ كيلو بسكوت باقي عندنا من العيد. معانا ايه؟ كوب من اللبن، 3/4 كوب لبن يعني، مش كوب لحد الاخر، ده اللي هنبل فيه البسكوت بتاعنا. كمان معانا معلقتين كبار سكر بودره بالشكل دون، عشان كده كده البسكوت عندنا محلي، بس للاضافات البسكوت مع السكر معانا فانيليا، معانا مكعب من الزبده، لان طبعا بسكوتنا فيه زبده او سمنه على حسب ما انتوا عاملينه في البيت او شارينه من بره. كمان معانا معلقه زيت واحده، معانا كمان كوب من الزبادي صغير، وكمان بضايه، ومعانا معلقتين اللي هم كاكاو، ومعانا كمان هنا اللي هو قهوه سريعه الذوبان. لو مش حابين تعملوها نشيلها خالص، لو عندنا اطفال يعني احبذ ان هو بلاش خالص تتحط في الوصفه عندنا، عشان دي لعشاق بقى الكيك بالقهوه والشوكولاته والكلام ده. معانا كمان معلقه كبيره اللي هي بيكنج باودر، والبضايه زي ما انا قلت، طبعا فانيليا كله. وما تنسوش بقى معانا في الوصفه دي ذره الملح عشان تعدل لنا الطعم وتبقى معانا كيكه حلوه بالشوكولاته. هنعمل ايه؟ هنحط البسكوت عندنا هنا في الطبق عندنا زي ما انتم شايفين كده، ونكسره، وهنضيف عليه اللبن. كده كده احنا هنضرب الوصفه في الخلاط. عايزين نضرب البسكوت عندنا في الكبه براحتنا خالص اللي يريحنا، هنعمل كده. وبعدين نبله عندنا باللبن اللي معانا، 3/4 كوب لبن، عشان احنا معانا علبه زبادي صغيره كده، هنكسره كسر كده ايه صغير، عشان كده كده هيتبل عندنا باللبن. حطيت السكر زي ما انتم شايفين، كسرته بالطريقه دي. حطيت السكر عندي، وبعدين حطيت البيكنج باودر، وبعدين هضيف عليه كوب من اللبن كده عشان كل ده يبوش، وهسيبه عندي على جنب. بعد كده هنسيبه كده، ونجيب الحاجه بتاعتنا نحطها في الخلاط. طبعا معانا للتزيين كريم شانتيه، ومعانا كمان اللي هو الكريز بتاعنا اللي انتوا شايفينه الجميل الاحمر ده، عشان بعد ما نعمل الوصفه كده نزينها برده بشكل حلو، عشان ما تبقاش حاسين ان هي ايه من بواقي حاجه عندنا. هنبتدي نحط عندنا كوبايه الزبادي، وكمان عليهم البضايه بتاعتنا اهي، وعليهم كمان معلقه مكعب واحد زبده، ومعانا كمان معلقه الزيت بتاعتنا، ومعانا كمان الفانيليا اهي ذره كده بسيطه لانها سايله، وذره الملح بتاعتنا هنحطها على البسكوت. وبعدين هنحط بقى ايه كده الكاكاو بعد ما نضرب الضربه هنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وانا طبعا حطيت السكر الناحيه الثانيه لانه بودره، سكر بودره. هضرب ده كله، وبعد كده هضيف عليه البسكوت تاني بعد الضرب هنا. بعد الضرب هضيف عليه البسكوت، وبعدين الكاكاو، وعندنا القهوه سريعه الذوبان. يلا ضربنا كده الجزء اللي انا حطيته في الخلاط، وبنبتدي نحط عليه بقى، بصوا سايح خالص اهو داب. هنبتدي نحط جزء جزء ونضرب في الخلاط لحد ما يمتزج معانا. لو عوزنا اي حاجه سوائل تبقى مثلا احنا بعد ما عملنا الوصفه ولقيناها تقيله شويه، يبقى جزء من اللبن، لان انا حاطه كوبايه الا ربع لبن، 3/4 كوبايه لبن يعني، فالربع التاني لو احتاجناه هنضيفه عشان ما نبقاش محتارين هنعمل ايه ومش هنعمل ايه. يبقى جزء من اللبن او ميه، يبقى ربع كوب عندكم لبن هتضيفوه، يا اما ميه يا اما لبن براحتكم خالص، ويمكن ما نحتاجش لسه هنشوف.
حطيت ربع كوب من المية على الكاكاو وعلى اللي هي قهوة سريعة الذوبان، ودوبتهم مع بعض، وهضيفهم دلوقتي على المحتوى عندنا كله بالشكل ده، وهضربه تاني في الخلاط. يبقى انا ضفت ربع كوب من المية. ليه؟ لاني حاطه زبادي طبعا، وحاطه 3/4 كوبايه لبن، فكفايه قوي عشان مبقاش دسم عليه. جبنا الصينيه بتاعنا القالب ودهناه زبده ومع كاكاو الارضيه زي ما انتم شايفينها بقت بالشكل ده. ضربنا الخليط بتاعنا اللي هو خليط الكيك اللي هو البسكوت بتاع العيد. بصوا بقى القوام، بصوا الجمال اهو، على درجه حراره 180، وطبعا مشغلين البوتاجاز من قبل ما نضرب كل الحاجات اللي انتم شايفينها معانا دي. وبألف هنا وشفا. يعني فيديو جميل جدا جدا. ما ننساش بقى لايكاتكم الجميله وشير لو عجبكم الفيديو ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده هيخش على درجه حراره 180، هتقعد من ساعه الا ربع لساعه، يعني هنشوف، بس هي تقريبا ساعه الا ربع بالظبط، ساعه الا ربع. وبرده نشوف على حسب كل بوتاجاز والتاني. هنشوف هنحط خله كده في النص، لقينا الخله بيضه تبقى زي الفل كده استوت. لقينا الخله فيها شويه حاجات هنسيبها شويه كده. الف هنا وشفا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني باذن الله.